ريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم جميعا، والنهارده في سلسله حلقه جديده من سلسله ازرع واحصد بنفسك من بلكونتك. انا النهارده عندي هنا هنزرع شيري طماطم. عارفين الطماطم اللي هي الصغيره دي؟ هنزرعها النهارده. هي دي اللي في ايدي، دي النبته بتاعتها. سبناها لما نبتت، واول ما قمرتها تطلع شويه ورد كده يبقى خلاص نزرعها. نبدأ نزرعها. هنبدأ بقى نزرعها زي ما احنا متفقين. اول حاجة الجردل اللي انا هزرع فيه او قصرية الزرع اللي انا هزرع فيها لازم نخرمها طبعا من تحت زي ما انتوا عارفين، شفتوها في الحلقات اللي قبل كده. تخرميها بشنيور، تخرموها مثلا تدقي عليها باي حاجة مفك او حاجة، المهم اللي هي لازم تبقى متخرمة من تحت كده. وبعدين هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ قبل ما نبدأ نزرعها عشان تطلع معاكم الطماطم حلوة. لو هتزرع طماطم، هتزرع فاكهة، لازم تشتري. ده اشتريناه وسعره مش غالي، ده فرتلايزر مخصب، لان بالذات الفواكه لازم يتحط لها مخصب. فاكرين لما زرعنا البتنجان وزرعنا البطاطس حطينا مثلا ممكن تستعملي اهو قشر البيض كمخصب عادي، لكن بالذات الفواكه بتحطي، او الطماطم طبعا، لان الطماطم من الفواكه، ده مخصب بنشتريه من اي مشتل زرع، بتشتريه منه او من على الانترنت. وكمان بنحط معاه مغنيسيوم او ملح انجليزي، بالمصري بيقولوا عليه ملح انجليزي، هو كبريتات، هو مغنيسيوم، لان المغنيسيوم برضو بتساعد ان الفاكهه تطلع، اي فاكهه انت زرعاها تطلع. خلاص، بس يبقى هي دي كده الحاجتين دول لازم موجودين عشان تضمني ان زرعتك هتطلع. اوريها لكم بقى ازاي. اول حاجه بعد ما خرمنا اهو خلاص قصريه الزرع اللي هنزرع فيها، نحط بقى التربه بتاعتنا اهي اللي هنزرع بيها. مليناها اهي خالص في زرعه الشيري طماطم، او الطماطم اللي احنا بنشتريها صغننه دي اللي طعمها حلو قوي دي اهي. عملنا هول فيها، يعني زي فتحه كده في النص كده. دلوقتي جوزي هو بيوريها لكم. نحط البيض برضو، قشر البيض برضو لازم، حتى لو انا اشتريت من الفرتلايزر او مخصب من المشتل، لا لازم برضو، لازم ان انا احط برضو البيض. بيطلع الزرعه وبيغذيها ومش بتموت. يعني اوعوا ترموا قشر البيض بقى تاني. وشوف انا محتفظه بيه قد ايه، ولو رميته تبقى ليلتي ايه، يعني ما بيسيبنيش، يفضل رميتي قشر البيض ليه؟ الا قشر البيض عشان الزرع اهو. ما بقتش ارميه بقى خالص. وبعدين نحط اهو الفرتلايزر اهو في النص كده، نفحر لها حفره ها في النص. وبعدين اهو كده، بصوا بالشكل ده كده بعد اذنك كده، بس عشان يشوفوا. شكرا. اه هيلف كده بينقبها، بيعمل لها عمليه تنقيب كده بالشوكه دي بتاعت. تحاولوا تجيبوا بقى الشوكه دي، او لو بايديكم برضو بصوابعنا عادي، بس الافضل الشوكه انها بتفتح اكتر. اي شوكه عندكم كده. بعد لما حطيته اعملي لها تنقيب كده بالشوكه كده عن اذنك كده. شكرا. كده كده كده. وبعدين بقى هيحط دلوقتي تاني، بعد ما اعمل كده يحط تاني، وتقلبي كده التربه مع بعض، نقلب كلنا، يعني لما نيجي نزرعها نقلب كده التربه كده كلها مع بعض. وبعدين هينزل بقى بالمغنيسيوم، او بالمصري بيقولوا عليه ملح انجليزي، الاسم العلمي بتاعه اللي هو الكبريتات المغنيسيوم او مغنيسيوم، بس هو بيتباع على فكره كمان في الصيدليه. صحيح، كويس ان افتكرت اهو. ده لازم عشان هتزرعي فاكهه يبقى بنحط دول للطماطم من الفاكهه. فراوله برضو لما زرعناها حطينا لها كده اهو. بترش بقى كده اهو، ادي المغنيسيوم اهو كله حطيناه، او ملح انجليزي اهو بالشكل ده كده. ايه اسمه برضو بالانجليش ابسوم سولت، عربي مغنيسيوم، او الاسم برضو العلمي بتاعه لو في الصيدليه تقولي برضو مغنيسيوم او ابسوم سولت. زي ما احنا متعودين كل مره هبلبلها بس شويه بشويه ميه عشان اعرف ايه افكفكها، افكفك النبته، عشان اعرف افكفك النبته بتاعه الطماطم اهي. نفكفكها كده
خلاص هو هيفكفكها كده، نضغط عليها كده من الجوانب عشان نطلع نبتة الطماطم بتاعت الشيري طماطم اهي كده كده اهي. طلع بالراحة كده اهو، اهي الجذور اهي. هنعمل بقى ايه الحركة اللي احنا عاملينها، هنفكفك الجذور بالراحة كده ازاي. او ماي جاد ايه ده، رياح فظيعة معلش يا جماعة. اللي هيعمل كده زي الجذور، مش الحركة دي بنفكفك الجذور ليه؟ علشان الجذور بتاعت النبتة سبحان الله تمتزج مع التربة وتكبر، يعني تمسك في التربة وتكبر فيها وتطلع اهو. بتفكفكيها كده يعني بتعملي زي بايه، اوريها لهم انا برضو كده بايدي، يعني كده كده بتفكفكي كده ضغطات كده عشان ايه، ما تبقى بتعملي فيها فتحات عشان الجذر يكبر ويمسك في التربه الجديده. وبعدين هنردم عليها كده، نحوطها بقى بالتربه اللي احنا حطينا لها الفرتلايزر المخصب، حطينا لها الملح، الملح اللي هو المغنيسيوم ده. نحوط عليها كده بالشكل ده كده اهو. الخطوه دي بقى مهمه، لازم بقى مش اقول خلاص بقى حطينا تربه، لا نقفل بقى بالتربه تاني من فوق، اقفل لحد ما املى الباكت بتاعي كله او الجردل او قصية الزرع بتاعتي كلها. هقفل بقى كده كله 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 بالشكل ده كده. لازم تتقفل عليها، يعني انا خلاص عملنا الحفرة حطيناها طبقة كمان تربة ماشي، وطبعا في الحفرة دي حطينا الفرتلايزر بتاعنا والمخصبات بتاعتنا، قشر البيض ولو هي فاكهة بنحط اللي هو اللي قلنا المغنيسيوم ده، او والفرتلايزر بتاعنا المخصب اللي بنشتريه. مش فاكهه، انا زرعت لكم قبل كده البطاطس طلعت زي الفل عادي، حطي بطاطس، حطي اي كمان اي على فكره قشر الموز، صحيح كويس انا افتكرت، حطي قشر موز بس يكون ناشف شويه، يعني سيبي قشر الموز شويه كده ايه يعني مش ينشف قوي بس يعني يجف شويه من اللي فيه، وده برده بيبقى برده مخصب طبيعي. خلاص هنسقيها، اول مره بنسقيها شويه كميه وفيره من الميه لحد لما ايه تحس انها اتشربت كويس اهو. هنسقيها من الميه، ودي بنسقيها يوم بعد يوم، يعني اول مره هي هنديها سقيه كويسه لان التربه طبعا كانت جافه ما كانش فيها ميه خالص، وبعدين هنستنى بكره مش هنسقيها ونسقيها بعد بكره، يبقى يوم يعني يوم بعد يوم، يوم يوم لا كده، وتاني يوم بس. عايزه اوريكم برضو الطماطم اللي احنا زرعناها، فاكرين قبل كده هي طلعت، بس دي طماطم تانية مش شيري طماطم، بتبقى اعلى منها في الشجره بتاعتها اهي. الطماطم اهي، بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا سبحان الله اهي. بس دي مش شيري طماطم، دي الطماطم بتطلع على فكره شجرتها عادي بتتزرع في البلكونه يعني اهي. وبصوا كمان، فاحنا قايلين لكم الخطوات الصح عشان ما تزعلوش، يعني الزرعه ان شاء الله مش هتموت هتطلع، يعني كل حاجه احنا بفضل الله قايلينها. وكمان ما تنسوش البتاع اللي هو بتاع الحشرات اللي احنا عملناه، اللي هو انا منزلت الفيديو ده اللي هو ضد الحشرات عشان يترشوا، يترش بيه هحط اللينك برضو بتاع الطماطم دي، وهحط اللينك بتاع برضو بتاع السماد اللي هو نعمل مضاد للحشرات، لان لازم بتترش عشان ما يجيش فيها اي حشره ولا اي حاجه تبوظ الزرعه بتاعتي اهي. ما شاء الله بتطلع اهي. والتانيه برضو المره الجايه بقى هنوريكم. شايفين دي زرعه ايه؟ دي بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر، فلفل. وده الريحان اهو اللي احنا زرعناه مع بعض، انا لسه ما نزلتش الفيديو، هنزل فيديو الريحان بيطلع اهو، والنعناع طلع اهو برضو. ودي فلفل الاحمر برضو هنبقى نوريلكم، لان هي سبحان الله كل زرعه ليها طريقه، مش يعني هي كل زرعه بيبقى ليها طريقه في زرعتها يعني، بس احنا هنقولها لكم برضو عشان بجد زراعه البلكونه دي ممتعه وجميله بجد يعني. فان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير، يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نشوفكم على خير في سلسله جديده ازرع واحصد من بلكونتك. مع السلامه.